حرب إعلامية كبيرة كتخوضها القنوات الفرنسية مع القنوات المغربية. قبل قليل شفت واحد الفيديو، صراحة ما عمرني شفت بحال هذوك الفيديوهات. شفتو على ميدي ان تي في ديال المغرب، كيهضر على واحد التقرير دارتو فرونس 24 باللغة الإنجليزية. باللغة الإسبانية دارتو هاد القناة الفرنسية فرونس 24، وهضرت فيه كما تقول ميدي ان، هضرت فيه على قضية الصحراء المغربية بطبيعة الحال، اللي هذا البرنامج ديال فرونس 24 استفزات المغاربه وحاولت تمرر رسائل خطيره ومغلوطه للدول الناطقه بالاسبانيه، خصوصا اسبانيا والدول ديال امريكا اللاتينيه. وصراحه وهذا ميدي ان ردوا على هذا التقرير بواحد رد كذلك واحد رد حتى هو ماشي سهل. يعني هذا وصفه، يعني تكررت واحد الكلمه ديال الاكاذيب، وان فرنسا فرنسا 24 هي فرنسا 24 كذبه. يعني ردوا على هذا التصرف ديال القناه الفرنسيه بواحد الرد شديد اللهجه. ما عمرنا صراحه سمعنا بحال هاد التصريحات او هاد التقارير الاخباريه بهذه الدرجه من الحده وبهذه الدرجه من التوتر. وهذا صراحة وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على أن هناك واحد حرب إعلامية بين المغرب وبين فرنسا، وأن العلاقة مع فرنسا ماشي عادية، خصوصا هذه الأيام. وبطبيعة الحال هذا كذلك كيعاود يرد بينا، يرجعنا للقضية ديال التهم ديال الاغتصاب اللي وجهها القضاء الفرنسي، سواء الحكيمي أو كذلك المجرد. وهذا كيعني ان هناك هذا الشيء، هذا التهم ديال الاغتصاب اللي توجهت لهاد الناس يعني ماشي عاديه، ويعني وراءها قضايا، يعني وراءها مشاكل سياسيه. يعني المشاكل السياسيه اللي بين المغرب والدبلوماسيه اللي بين المغرب وفرنسا هي اللي خلات هاد القضايا ديال المجرد وهاد ديال الحكيمي كذلك. وكاين واحد اخر حتى هو راه اليوم او الاربعاء حتى هو رفعوا عليه واحد القضيه ديال الاغتصاب، حتى هو واحد مغربي. وهذا كله ماشي عادي، يعني وراءه كما كنقولوا دائما توترات سياسية بين المغرب وفرنسا، هي اللي خلات هذه الحرب الإعلامية تكون، وخلات هذه القضايا يعني ترفعها فرنسا، اللي كتدعي أنها كتآمن بقيم الديمقراطية والقيم ديال العدالة وإلى غير ذلك. فمن المخزي ومن المحزن أننا نشوف واحد الدولة هي المنبع ديال الديمقراطيه، او هي اللي كت يعني تلهم بزاف ديال الناس وبزاف ديال الحداثيين، كي يعتبروها دوله ديمقراطيه ودوله ديال الاداب. وكذلك بزاف ديال الناس يعني تاثروا بالثقافه الفرنسيه من هذا الجانب. واليوم نشوفوا هذه الطريقه الفجه في استغلال قضايا، في استغلال الفنانين والنجوم المغاربة في قضايا سياسية يعني لا دخل لهم بها. يعني هذا صراحة يعني واحد الحضيض طاحت ليه أو نزلت ليه فرنسا. إذا هذا الشيء اللي بغينا نتقاسمه معكم. يعني هذا استغربت صراحة من هذا التصريح ديال ميديان، ولكن هو عادي نظرا لهذا كذلك التصريح اللي التقرير اللي دارته فرونس 24. يعني هناك واحد حرب إعلامية، أو يمكن أن نسميها حرب إعلامية، بين القنوات المغربية والقنوات الفرنسية، نتيجة ديال التوتر السياسي بطبيعة الحال.